تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. مستمعي راديو السلام حول العالم أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة والحياة، ونحن الآن في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي كانت بعنوان أبناؤنا والأجهزة الذكية. في هذه الحلقة راح نكمل بإذن الله تعالى موضوعنا، لكن في جانب آخر اللي هو جانب الحلول والمقترحات الممكنة في التعامل مع هذه الأجهزة الذكية. طبعا اللي استمع للحلقة الماضية راح يعرف تماما نحن في إيش قاعد نتكلم، والقصد هو مش أبنائنا فقط في هذا الجانب، إنما نحن وأبناؤنا والأجهزة الذكية. أنا متأكدة تماما أن الجميع يتفق معايا أنه صارت عندنا مشكلة مع هذه الأجهزة في البيت مع أبنائنا ومع أنفسنا، وبعضنا ممكن ما يتفق معايا في هذا الكلام ويشوف أنه الكلام فيه شوية مبالغة، لكن سواء كان في مبالغة أو غير مبالغة المشكلة موجودة، ونحن الآن نحاول نحن نوجد لها حل. طبعا الحلول كثيرة ورح نتطرق للكثير منها إن شاء الله في هذه الحلقة، ونحاول نغطي أغلب الممكن تطبيقه، مش حلول نظرية إنما حلول يمكن تطبيقها في واقع الحياة. لكن قبل كده خلوني أبدأ معاكم. الفئة من اللي ما يتفقوا معايا أنه الموضوع صار يعني مبالغ فيه، خلينا نسأل شوية أسئلة للجميع، سواء كانوا آباء ولا أمهاتنا المستمعين أو كانوا ما عندهم أبناء هم مع أنفسهم. جميع المستمعين، هذا السؤال اللي راح أطرحه عليكم أو الأشياء اللي راح أطرحها عليكم، اسألوا أنفسكم كم صفة أو جواب بنعم على هذه الأسئلة عشان تقدروا تحددوا هل أنتم أو أبنائكم مدمنين على استخدام هذه الأجهزة ولا لا. عشان نعرف نحن نحدد الشخص هذا مدمن، نطلق لفظ مدمن على شخص أو رجل كان امرأة أو طفل أو أي أحد أنه مدمن على هذه الأجهزة. والأجهزة راح أكد وأذكر مو قصدنا إحنا الألعاب الإلكترونية فقط، إنما الجوالات في اليد، التلفزيون، الكمبيوتر، أي جهاز يقدر يستخدم الإنسان للاطلاع على العالم الخارجي وللتواصل ولمشاهدة أي شيء. طيب، فمو مسألة الجوال فقط، في ناس مدمنين على التلفزيون 24 ساعة ومدمنين على برامج معينة في التلفزيون. فعشان نحدد كلمة إدمان نعرف أنه هذا الشخص أو هذا الإنسان أو هذا أيا كان هو مدمن على هذه الأجهزة، في أعراض معينة أو في علامات معينة تدل على هذا الشيء. نحن حنذكر هذه العلامات على شكل أسئلة، حسب إجابتكم عليها أنتم راح تعرفوا تقيموا نفسكم بنفسكم، أنا مدمن ولا مو مدمن، أنا استخدم الأجهزة باعتدال ولا مبالغ في طريقة استخدامي. طبعا رجاء أرجو أن يكون الجواب بدون تبرير، حتى للناس اللي تستخدم الأجهزة بكثرة لا تجلس تبرر تقول طب أنا عندي شغل وأنا 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 وأنا. من يوم ما الإنسان يبرر لازم يعرف تماما أنه هو قاعد يسوي شيء خطأ أو شيء مؤذي، أو هو يتهرب من الإجابة الصحيحة اللي لازم يعطيها لنفسه. فخلينا نكون موضوعيين في الإجابة على هذه الأسئلة، ولا تظنوا أبدا أنه إحنا قاعدين نحكم عليكم ولا نحكم على أي أحد. نحن أساسا كلنا نعاني من هذه المشكلة. فخلونا نذكر بعض العلامات أو نذكر بعض الأسئلة اللي تدل أنه هذا الإنسان أو هذا الشخص عنده إدمان على الأجهزة ولا لا. أول شيء، لما تصحوا الصباح بدري أول شيء تمسكوا إيش هو؟ هل هي الأجهزة ولا لا؟ تمسك كل واحد جواله ولا لا؟ أول ما يستيقظ إنسان يفتح عينه، وممكن لسه ما بدأ يقول حتى الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكرهم، يمسك الجوال ولا لا؟ طبعا لا تبرروا، لا حد يقول مثلا أنا أساسا لما أقوم الصباح أمسك جوالي عشان أنا شغلي كله مرتبط بجوالي ولازم أشوف. فأول ما يفتح الإنسان عينه هل يمسك جوال ولا لا، رجل أو كان أو امرأة، بغض النظر إيش بيسوي فيه. هذا أول علامة. الجواب إذا كان نعم ممتاز، كل واحد يسجل لنفسه نقطة.
إذا كان لا معناها كويس، كمان نستمر في الأسئلة. السؤال الثاني، لما تروحوا تناموا في آخر الوقت خلاص، يعني الإنسان في السرير يبغى ينام، آخر شيء يمسكه إيش هو؟ الجوال ولا لا؟ إذا كان الجواب نعم معناها احسبوا لنفسكم النقاط. الآن نحن بس حنعطي الأسئلة، إجاباتكم عليها هي اللي تعرفكم تماما، تقيموا نفسكم فيها أنتم مدمنين، وبعدين نحدد درجة الإدمان هذا كله. طيب السؤال الثالث، لما يضيع الجوال أو يختفي أو ما تعرفوا فين حطيتوه أو الشاحن تبعه منخفض، هل هذا الوضع يشعركم بالتوتر ولا لا؟ طبعا أنا أتكلم مثلا عن بالذات موضوع أنه الشحن قليل لما الإنسان مو يكون برا البيت، يعني يكون محتاج جواله، لا لما يكون في الوضع الهادئ، يعني في البيت مع أصحابه، في الشركة، في شغله، في مكان يقدر يعني يحط فيه الجوال في الشاحن. هل الإنسان لما يشوف الشاحن بدأ يخلص يتوتر وشاحني فين وما أدري فين والبطارية راح تخلص وراح يقفل جوالي، ولا يكون هادئ تماما عادي ما تفرق معه، خليه يقفل الجوال على مهلي أروح أشحنه؟ أو لما يختفي الجوال، في كثير مننا مثلا ينسوا الجوال فين حطوه أو يضيع جوالهم لأي سبب من الأسباب، هل هذا الشيء يسبب لهم توتر؟ طبعا ما راح نتكلم برضو عن جانب مثلا اللي يقولوا إذا ضاع الجوال طب في أشياء مهمة، في صور، أنا ما قاعد أتكلم عن هذا الشيء، أنا قاعد أتكلم عن الجهاز كجهاز. الآن في العصر الحديث هذا نحن نعرف تماما نحن نقدر نسترجع كل شيء من خلال أجهزتنا، نسحبها سحب يعني من خلال أماكن حفظ معينة على الإنترنت. السؤال الرابع، الناس اللي حواليكم هل يشتكوا من كثرة استخدامكم للجهاز أو إمساككم للجوالات والأجهزة اللي في يدكم؟ حتى في ناس تقعد مع بعضها البعض تمسك اللابتوب طول الوقت أو تمسك الجوالات طول الوقت، حتى لو كان بس تقليب صفحات، الجوال في اليد. هل الناس اللي حولك عمرهم أو حولك أنت أيتها المرأة أعطوكي ملاحظة أنه الجوال ما بيفارق يدك أو الجوال ما بيفارق يدك ولا لا؟ الجواب برضو هنا حيحدد تماما درجة الإدمان أو إنه إحنا مدمنين على الأجهزة ولا لا. طبعا راح أرجع أذكر مع كل سؤال بدون تبرير، بدون ما حد يقول لي عادي يعني إيش المشكلة الجوال في يدي ما قاعد أستخدمه أو اللابتوب مفتوح قدامي وأنا ما طالع فيه، بدون هذه الأشياء، هذا التبرير ده ما له داعي أساسا. السؤال الخامس، في بعض الناس ياخذوا جوالاتهم معاهم مثلا يعني في أماكن غريبة، يعني معهم على طول، يعني ما يفارقهم، مثلا في أي مكان ممكن يكون الجوال معه. هل أنتم من هذول النوع من الناس ولا لا؟ طيب أثناء الأكل، لما تروحوا سفرة الأكل أو تكونوا في المطعم، الجوال على الصامت ولا الجوال معاكم جالس في الطاولة مثلا؟ ما أدري، لما يكون الجوال في طاولة الأكل ما أعرف أنا صراحة إيش لازم يسوي، يأكل معانا ولا إيش بالضبط ما أعرف، لكن هل هو بهذا الشكل؟ لأنه في ناس بالفعل لما تروح تأكل الأكل تجلس مع أهلها، سواء كان في طاولة الأكل سواء كان في الأرض سواء في أي مكان، الجوال لازم يكون موجود. هل أنتم من هذول الناس ولا لا؟ طيب لما نكون في حفلة في جلسة حلوة، هل طول الوقت نحن نشوف جوالنا نشيك؟ جاتنا رسالة، ممكن جانا اتصال، ممكن التوتر ده على طول يعني طالع كل ساعة تانية نشيك على الجهاز ولا لا؟ السؤال اللي بعده، لما تكونوا جالسين مع أصحابكم، وهذا اللي ذكرناه نحن في الحلقة الماضية، هل تجلسوا معاهم بجسدكم بروحكم بعقلكم، ولا تجلسوا بجسدكم ونص إذنكم معاهم ونص عقلكم معاهم والنص الثاني مع الجهاز؟ كثير المنظر ده احنا نشوفه، وانا ما جالسه اتكلم عن شيء ما هو موجود او لا يحدث، انا قاعده اتكلم عن شيء انا بنفسي شفته بعيني يعني، والجميع شافه. يكونوا جالسين مجموعه اصحاب مع بعضهم البعض، او اصحابك او صحباتك مثلا جالسين او في جلسه عائليه، هل تجلسوا تسولفوا وتضحكوا وتشاركوا في كل شيء والجوال برضو معاكم في اليد، يعني نص عقلكم هنا ونص عقلكم هنا ولا لا؟ هل انتم من هدول الفئه من الناس ولا لا؟ السؤال التاسع اللي بعده، لما تيجي رسائل على الجوال، واتساب، على الفيسبوك، على الإيميل، على أي شيء، على اللابتوب، على أي شيء، هل أنتم من الناس اللي سريع يعني يجاوبوا على طول؟ يعني جاتني رسالة خليني أرد عليها، جاني شيء لازم أتفاعل، لازم أرد على فلان، لازم أرد على علان، على طول يعني زي الخط الساخن ولا لا؟ في كثير من الناس بهذا الشكل. وحقيقة خلينا نسأل هدول الناس سؤال، هل بالفعل ضروري أنه أنتوا تجاوبوا على كل رسالة تأتي في هذا الوقت على الجوال سواء من أي تطبيق كانت ولا لا؟ ولا 90% من الرسائل اللي تيجي يمكن أن الواحد يرد عليها فيما بعد،
والواحد مرتاح، مو لازم الآن بالعجل. فهل أنتم من هدول الناس اللي بسرعة يردوا على الرسائل أول بأول ولا لا، سواء كان مهم ولا غير مهم؟ طيب السؤال العاشر، هل أنتم من النوع من الناس اللي الجوال ينام تحت المخدة ولا لا، أو جنب السرير أو جنب في الكومودينو، المهم داخل في غرفة النوم؟ هل أنتم من هدول النوع من الناس؟ طبعا ممكن بعضكم يقول لي طبعا طبيعي يعني الجوال يكون جوا غرفة النوم. بالنسبة لي الإجابة بهذا الشكل غير طبيعية على الإطلاق، يعني لأنه ما في داعي. في ناس تنام بالفعل جوالها جوا غرفة النوم بس في الدرج، مرمي في الدرج، ينطفي تماما وينحط في الدرج وخلاص ما ينفتح. هل أنتم من هدول الفئة الأولى ولا الثانية؟ وفي ناس طبعا نحن نعرفهم تماما، وكلنا أكيد في كل بيت في أحد يحط الجوال تحت المخدة وينام. السؤال اللي بعده، لما تصحوا في الليل فجأة لأي سبب من الأسباب، أول شيء تسوي إيش هو؟ هل تشيك على الجوال وجات رسالة ولا ما جات رسالة؟ أو أي شيء، بلاش رسالة، أي شيء على طول أشوف جوالي دائما الواي فاي مفتوح والاتصال بالإنترنت مفتوح، فأشيك عليه، ولا من النوع اللي أتجاهل تماما أساسا الجوال ولا أحسب له حساب؟ السؤال اللي بعده، هل تشعروا بعدم القدرة أنكم تتركوا هواتفكم أو جوالاتكم أو اللابتوبات أو أي جهاز في أيديكم مدة زمنية وتبعدوا عنه؟ يعني ممكن تقدروا تتركوا الجوال في البيت أو اللابتوب أو الجهاز أو أي كان، تتركوه في البيت تروحوا تتمشوا بدون جهاز، أو تروحوا البقالة مثلا أو أي مكان، ولا لا؟ هذه الأسئلة أسئلة عميقة جدا، والواحد لازم يسأل نفسه عشان يعرف هو مدمن ولا لا. لأنه إحنا من كتر ما هو موجودة الحالات هذه بنشوف إنه وضع طبيعي، ما في إدمان، يعني طبيعي إن الواحد ياخذ معاه جواله في أي مكان، دائما جواله معاه، اسمه جوال في النهاية. بس الإجابة هذه طبعا هي تبرير فقط، مو أكثر من كده، لأنه في إجابة أفضل من كده، وفي ناس تستخدم الأجهزة بطريقة ذكية أفضل من كده. السؤال اللي بعده، احنا قربنا نخلص الأسئلة على العموم يعني، هل لما تستخدموا الجهاز تبعكم أيا كان فقط تستخدموه عند الشعور بالملل، يعني لما الواحد زهقان على طول يمسك جهازه، ولا في كل وقت؟ هذا التحديد مهم جدا يعني عشان نعرف متى بالضبط احنا بنستخدم أجهزتنا. السؤال اللي بعده، هل بعض الأحيان لما تستخدموا الأجهزة وقت طويل ولا قصير عندكم حالة من الصداع أو ألم في الرقبة أو تعب في العين مثلا، وتجلسوا تقاوموا وتبرروا إنه الصداع هذا مو سبب والله الجهاز، أصلا أنا مصدع من أمس وما شربت شاهي وما شربت قهوتي وما نمت كفاية، بهذا التبرير؟ ولا على طول في حالة من الصداع؟ لأنه هذه أحد العلامات، يعني إنه في استهلاك أو كثرة استخدام للأجهزة هذه بشكل غير منضبط. فهل أنتم من هدول الناس ولا لا، اللي عندهم صداع أو زغللة في العين أو ألم في الرقبة أو شعور بالتعب أو عدم القدرة والحماس حتى للمشاركة في أي شيء؟ هل أنتم سريعين النرفزة والتفاعل، يعني مع ردة فعلكم دائما عصبية مثلا؟ أي شيء مثلا على طول تصيروا زي مثلا نقول زي الكبريت، بسرعة تعصب، بسرعة تتنرفزوا، ولا لا؟ السؤال اللي بعده، هل تظنوا أنه أنتم تقضوا وقت أكثر مع الأجهزة ولا تقضوا وقت أكثر مع الناس في التفاعل المباشر، التفاعل الاجتماعي المباشر مع الناس، ولا تجلسوا تتفاعلوا مع الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر أجهزتكم الذكية؟ أي وقت أكثر تقضوه فيه؟ أي الوقت الأكثر في هذا الشيء؟ لأنه هذا مهم جدا. احنا ذكرنا في المرة الماضية أنه الإنسان بيتأثر تماما اجتماعيا من خلال استخدامه للأجهزة. إذا زاد استخدامه للأجهزة على طول هو اجتماعيا مباشر، الحياة الاجتماعية المباشرة ينحسر عنها ويتراجع، لأنه في تحديات كثيرة في الحياة الاجتماعية ما يقدر يخوضها لأجل أنه ما عنده خبرة الآن، هو خبرته كلها من وراء الشاشة. وأنا سمعت كثير جدا في ناس كثير تقول أنا أشعر بالراحة لما أتعامل مع الناس من خلال الأجهزة، يعني من وراء الكيبورد نفسه، يشعروا بالراحة في أنهم يتكلموا ويعبروا عن شخصيتهم عن آرائهم براحة تامة. فهل أنتم من هدول الناس، من هدول النوعية من الناس؟ السؤال قبل الأخير، هل تظنوا أو تشعروا أنه هذه الأجهزة قاعدة تأثر على حياتكم بشكل سلبي؟ أيها المتزوجون والمتزوجات، كم واحد فيكم يشتكي من الثاني بسبب هذه الأجهزة؟ نحن ما احنا قادرين نجلس مع بعض، نحن ما احنا قادرين نتفاهم، انه على طول الجهاز في يد زوجي، او على طول هي ما تترك الجهاز من يدها، تكلم اختها، تكلم صحباتها، ماسكة الواتساب طول الوقت، تصور يوتيوب، تصور مدري ايش، سناب شات الى اخره.
هل هذا الشيء، هذه الملاحظة دائما توجه لكم بغض النظر أنه هو صحيح ولا غير صحيح، لا تجلسوا في حالة دفاع. هل هذه الملاحظة موجودة؟ مو بس المتزوجين، حتى الأبناء في البيوت. كم أم وأب قالوا لأولادهم لو سمحتوا اتركوا الأجهزة من يدكم شوية، اجلسوا معانا، انتوا ترى ما قاعدين تجلسوا معانا. كم ابن وبنت قالوا لأبوهم وأمهم يا بابا ويا ماما لو سمحتوا اتركوا أجهزتكم شوية، اسمعوني، أبغى أجلس معاكم، أبغى أخرج معاكم وأتكلم معاكم من غير ما تكون هذه الأجهزة. كم مرة توجه لكم هذا النوع من الملاحظات بشكل مباشر أو غير مباشر؟ آخر سؤال، هذا السؤال المهم، هل تشعر أنه أنت أو أنت مدمنة على الجهاز الذكي ولا لا؟ الجواب على هذه الأسئلة هي اللي راح تساعدكم عشان تقيموا نفسكم. أنتم مفرطين جدا في استخدام هذه الأجهزة، أولادكم مفرطين في استخدام الأجهزة. على فكرة أولادكم بالنتيجة إفراطهم في الأجهزة يأتي من خلالكم أنتم النموذج اللي يشوفوه. النموذج لما نقول، ممكن تيجي تقول لي واحدة والله أنا ما استخدم جهازي كثير، صح، أنت ما تستخدم الجهاز كثير، لكنك تسكتي عن أبنائك لما يستخدموا الجهاز بكثرة. بحجة إيش؟ بحجة أن أنا ماني عارفة إيش أسوي لهم، ما أقدر أخذ منهم الأجهزة وهم طفشانين وهم وفي مبررات كثيرة. فهنا هذه الأسئلة هذه عميقة جدا، وبصدق لو جاوبت عليها أنتوا اللي حتعرفوا الحلول الممكنة مع أنفسكم مع أبنائكم بدون تبريرات. لما نقول راح أكد كمان 100 مرة أنه لا تبرروا. جواب هذا فائدته أساسا لك أنت ولك أنت، ما حد مستفيد من معرفة العرض والعلاج إلا أنت فقط. ليش؟ لأنه أول العلاج الصحيح أن الإنسان يعرف كيف يعالج الموضوع من خلال التشخيص الصحيح. لما الرجل والمرأة ولا الأب والأم ولا الأبناء، طبعا الأبناء ما راح يقولوا نحن مدمنين، لكن خلينا نقول البالغين، لما يقولوا نعم أنا عندي إفراط في استخدام الأجهزة، ممكن طبيعة عملي، ممكن على طول أنا لازم أكون في وضع التأهب لأي اتصال يجيني سواء من أهلي سواء من أي شيء. طيب من متى يعني هذا الوضع غير قابل للتغيير؟ هو قابل للتغيير طبعا. لما نقول واحد يبغى يروح مثلا أقرب بقالة في الحي تبعه ولا ماركت ولا اللي يكون مثلا، لازم ياخد جهاز معه. كم واحد نلاقي مثلا يقول مو مهم أصلا، حتى الجهاز لما يخرب ما يهتم يغير الجوال ولا الجهاز نفسه، ليش؟ طالما أنه قاعد يخدمني خلاص. كم واحد فينا مهووس أساسا بتجديد الأجهزة حقته وشراء أحدث ما نزل حتى أنه يستخدمها ويتباهى فيها. هذا شكل من أشكال الإدمان. فإحنا لازم نجاوب على هذه الأسئلة بصدق وبإخلاص، حتى نحن بس نعرف، مو نقول والله الله غالب الله المستعان إيش نسوي، وصح والله إحنا نسوي كذا. خلاص إذا الواحد قال كذا واستسلم، معناها راح يتمادى ويتطور الوضع عنده إلى يصير إنه إنسان لا يبالي بأي شيء، فما ينفع معه أي نوع من العلاج. إنما دائما هو الإفراط والتفريط سبب مشاكلنا نحن، فلا إفراط ولا تفريط. نحن في هذه الحلقة حنناقش الكثير من المقترحات والحلول الممكنة، سواء كان للأبناء، سواء كان للمتزوجين، سواء كان للآباء والأمهات، سواء كان للمربين، لكل واحد بيستخدم الأجهزة، لكل واحد بيجلس بالساعات قدام الكمبيوتر، بالساعات قدام الجوال، بالساعات قدام اللابتوب، بالساعات قدام التلفزيون، بدون ما يشعر بالحياة من حوله أساسا. إيش التطور اللي صار في الحياة، إيش النمو والنضج اللي صار في الحياة. لأنه هذه مشكلة تؤدي إنه الإنسان دائما يكون متأخر، دائما عنده مشاكل معقدة. وهذه مشكلة بسيطة على فكرة وحلها ممكن، لكن السكوت عنها هو اللي قاعد يخلق لنا مشاكل معقدة. كثير من البيوت أو حالات الطلاق قاعد تحدث بسبب الجوالات. المرأة منشغلة بجوالها، الرجل منشغل بجواله، تتعقد المشاكل لدرجة أنه الرجل يعني يقرر مثلا أنه يقول للمرأة إذا ما تتركي جوالك وتخفف منه راح أطلقك. ببساطة المرأة تطلقني. وهذه مو قصة خيالية، إنما مما حدث ومما سمعته أنا. فهذه المشاكل المعقدة جات من فين؟ من إنه دخل طرف ثالث دائما في علاقتنا مع أنفسنا، طرف ثالث في علاقتنا مع أبنائنا، طرف ثالث في علاقتنا مع آبائنا وأمهاتنا، طرف ثالث في علاقتنا مع المجتمع، طرف ثالث في علاقتنا مع الحياة كلها. لأنه إحنا كل شيء نتلقاه من هذه النافذة الصغيرة اللي هي اسمها الأجهزة الذكية. والحياة واسعة جدا، والإنسان يقدر يحلق في الحياة ويقدر يشوف جوانب كثيرة في الحياة بعيدا عن هذه الأجهزة.
وناس كثير خاضوا رحلة العلاج من الإدمان من هذه الأجهزة، وبالفعل اكتشفوا أنه في جانب مشرق في الحياة لم يكونوا يعرفوه بوجود هذه الأجهزة اللي تسوي دائما زي الجدار العازل بين الحقيقة وبين الخيال، أو بين الحقيقة وبين العالم الافتراضي الموجود خلفه. فهذه من الأشياء اللي لازم ننتبه لها نحن، ونعمل إن احنا بالفعل ننتبه لها ونحاول علاجها. طبعا أخطر فئة في هذه المجموعة المتضررة أو المدمنة هي الأطفال الصغار، مع الأسف، اللي هم أمانة الله في أيدينا، المستودعين أمانة من الله سبحانه وتعالى في أيدينا. فأي تضييع قاعد يصيبهم نحن بإهمالنا لهم، بأنه كل الناس عندهم هذه الأجهزة، كل الأولاد عندهم، وأنا ما أبغى أحرم ولدي ولا أبغى أحرم بنتي، ومن هذا الكلام اللي دائما يخلق لنا مشكلة صغيرة إلى كرة كبيرة من المشاكل المعقدة التي لا يمكن حلها. نحن طالعين فاصل، وبعد الفاصل عندنا عبر الهاتف ضيفة مستضيفينها تشاركنا تجربتها ورأيها ومداخلتها الجميلة جدا في هذا الجانب. كونوا معنا واسمعوا، وحاولوا تطبقوا بعض من هذه الحلول الممكنة، والصدق هو دائما هو المحك الأول والأخير في إيجاد الحلول للمشاكل. ابقوا معنا ولا تروحوا بعيد. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا قلنا انه ان شاء الله تعالى عندنا ضيفة عبر الهاتف. نبغى نشوف إذا كانت معانا الآن. طيب، معانا الأستاذة جواهر في ضيفة في موضوع حلقة اليوم اللي هي أبنائنا والأجهزة الذكية. السلام عليكم أستاذة جواهر، سامعتني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماني سامعة الصوت. ما أنت سامعتني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكي، شرفتينا عبر الهاتف. الشرف لي. الله يسلمك. طيب، نحن هذا الجزء الثاني من برنامج أبنائنا والأجهزة الذكية، وحابين نطرح الحلول الممكنة في هذا الجانب، فتتفضلي
تعطينا مداخلتك وتجربتك وإيش الحلول الممكنة في هذه المشكلة المعقدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أول شيء أحب أشكرك أختي خديجة، وأحب أحيي مستمعينا الكرام، وأنا جدا سعيدة بالمداخلة. وأبدأ أنا مداخلتي إن شاء الله بإذن الله بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا نحن أمته من كل شر يعترض طريقنا ومن جميع الفتن الكبيرة والصغيرة. وما ترك صلى الله عليه وسلم خبر، يعني ما ترك حتى خبر طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا صلى الله عليه وسلم منه خبرا. وكل ذلك يعني هو كان شفقة على هذه الأمة من أن تضل أو تهلك، شفقة على أمته علينا من أن نحن نضل أو نهلك، وفينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته مشفقا عليها: إنه لم يكن قبلي نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمهم لهم يعني، وعلى ما ينذرهم به. نعم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة، وهي الفتنة اللي احنا فيها الآن، فيرقق بعضها أي يهون بعضها بعضا، بحيث أنها تتتابع علينا حتى تكون الأولى أخف من الثانية. فسؤالي، أبدأ سؤالي بعد ذكر لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ونتأمل في هذا السؤال: هل هي فعلا أجهزة ذكية؟ هل فعلا ينطبق عليها وصف التواصل الاجتماعي؟ ورجائي أن نتأمل يعني فلننتبه للمسميات. أختي خديجة، أنا مش هدفي الآن إني أنا في هذه المداخلة إني أغير عادات الناس، لأن هذا الأمر صعب جدا. صحيح. الهدف الأساسي هو إني أعلي الوعي، إن إحنا نعلي وعينا، وعي صح. كل شخص فينا منجذب للسوشيال ميديا، صحيح. سواء بوعي أو بغير وعي. وعندما أقول السوشيال ميديا اللي هو جميع الفيسبوك، الانستغرام، تويتر، سناب شات واليوتيوب. وهذا هو الهدف الأساسي اليوم، أن نعطي الحلول. ولكن في سؤال مهم: هل أبناءنا هم من بحاجة إلى توعية؟ يعني يجب أن نوازن في هذه المسألة. أنا أعتقد اعتقادي أنا الشخصي أنه نحن من نحتاج للحلول، رغم أننا إحنا أقدر عن التخلي عن هذه الأجهزة ببساطة، لأننا لسنا جيل إلكترونيات. أبناءنا نعم، بس إحنا لسنا جيل إلكترونيات. صحيح. إلا أنه أصبح يعني من الصعب علينا، أصبح من الصعب علينا التخلي. طيب سؤالي: كيف أبناءنا؟ نحن في غفلة يعمهون. أعتقد أنه يعني الأولى أن نبدأ بتوعية الآباء، بتوعية أنفسنا، بقول الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إحنا فعلا في فتنة كبيرة، وحقيقة أمر الأمة الآن محزن جدا. يقول الله عز وجل: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن إحنا نبدأ بالتدرج، أنا رأيي والله أعلى وأعلم،
أن نبدأ بالتدرج، أن نستغني نحن في البداية عن تلك الأجهزة. يعني قصدك في البداية لازم البالغين لازم هم يبدأوا هذه الرحلة. نعم. يعني مثلا أنت عارفة أختي خديجة، إحنا إذا ما بدأنا بأنفسنا حنعمل زي اللي بيؤمر ابنه بالصلاة وهو لا يصلي، يعني هو ما بيصلي، فهل يعقل؟ صحيح. شيء جدا يعني أعتقد إنه لا يعقل إنك يعني تأمر ابنك سواء بالصلاة أو بإنه لا يشرب الخمر إذا أنت بتشربها، أو إنه يصلي وأنت لا تصلي أمامه. فالبداية تبدأ بأنفسنا إحنا، تمام. ويعني وسبحان الله سبحان الله، يعني الله أعطانا حتى المنهجية، لا طيب يغير الله خليني ما بقوم. معلش أقاطعك وأسألك هذا السؤال. الكبار أو البالغين عشان يبدأوا هذه الرحلة تعتقدي من فين لازم ينطلقوا؟ يعني أول خطوة ممكن يبدأوا فيها، وهي دائما الخطوة الأصعب. يبدأوا بإنهم هم ينقطعوا عن، يعني يعملوا برنامج لنفسهم هم في البداية، يجربوا هم نفسهم في البداية بحيث إنهم يبدأوا هم ينقطعوا عنها، ينقطعوا عن التكنولوجيا، ويشوف في البداية إيش هي الأسباب، ندرس في البداية الأسباب اللي قاعد تخلينا إن إحنا ننجذب لها. إيش الأسباب أختي خديجة تعتقدي اللي بتخلينا ننجذب للتكنولوجيا، للفيسبوك أو لأي شيء آخر من التكنولوجيا؟ اللي هي الفضول. هذه هي الأسباب، يعني أول الأسباب هي الفضول اللي بتخلينا ننجذب لها، والفضول هذا موجود بالفطرة فينا. الشيء الثاني هو إن إحنا بنعبر في السوشيال ميديا عن آرائنا من غير ما نلاقي أي أحد يعترضنا أو يواجهنا. صحيح. تمام. إحنا بنجيب الأبناء بعد ما إحنا نفهم هذه الأمور، هذه النقاط، وإنه لما نيجي عشان نفهمهم لابد إحنا نكون أصلا جربناها، فنشوف إحنا إيش اللي بيخلينا ننجذب لها، وحنعرف بالتالي إيش اللي بيخلي أبنائنا ينجذبوا لها. زي ما قلنا وذكرنا الفضول، إن إحنا بنقول رأينا وما في أحد بيعترضنا وبناخذ راحتنا. وأهم نقطة إنه بتكون عندنا حرية الكلام في أعراض الناس. تمام. بناخذ من غير ما نحس، هذه الأمور كلها بتكون من غير ما أنت بتحس. صحيح. وسبحان الله، يعني في تفسير سورة نون، والقلم وما يسطرون يقسم الله عز وجل بما يسطره القلم أو الكيبورد، يعني في زماننا هذا. وفي الحديث القلم أحد اللسانين، فلننتبه عندما نكتب ألا ننتهك الأعراض أو ننقل معلومات غير صحيحة. صحيح. الأمر الرابع هو توسيع دائرة المعارف. إحنا ليش بنروح للسوشيال ميديا؟ ليش بنروح لها؟ إحنا بالطريقة هذه لو إحنا يعني نوعي الأمور هذه ونحاول إحنا ذات نفسنا نفهم، إحنا هنا قاعد نقلل ونحجم علاقاتنا العائلية بعلاقات وهمية زائفة. ففي اعتقادي إنه الإنسان في الأول يبدأ بنفسه ويشوف أين هي، يعني الأسباب، إيش هي الأسباب اللي بتخلينا نلجأ للسوشيال ميديا هذا، ونعرف ونثقف نفسنا. ترى السوشيال ميديا بتحرمنا من إن إحنا نتثقف. صحيح. اللي يقول لك أنا بمسك السوشيال ميديا وبستفيد منه، معلش اقعد يوميا جيب ورقة وقلم واكتب لي إيش الأشياء اللي أنت استفدتها اليوم وطبقتها في الواقع. هي أنت ممكن تطبقها بس في عالم الخيال وليس في عالم الواقع. دائما احنا نسمع هذا الكلام. نعم. فإذا أرجع مرة ثانية، وربما تلاحظين أنت أن أنا دائما أرجع دائما للآباء. قد تكون هذه المداخلة عندي حركز فيها أنا عن الآباء أكثر، وأنا أعتقد أختي خديجة أن الموضوع هذا جدا شائك، وما أعتقد أنها يعني الحلقة اللي فاتت والحلقة هذه الآن تكفي. لا أنا طبعا
أقترح أمانة وبصدق إنه الموضوع هذا لازم يتعمل له سلسلة أو أجزاء، جزء واحد أو جزئين أو 3 حتى لا يكفي، لأنه إحنا يعني في فتنة، يعني حقيقة نحن في فتنة. وبعدين في حاجة ربما يعني لا ينتبه لها الكثير، اللي هي إيش؟ معلش أنا بس أحب أضيف هذه المعلومة. في شخص اسمه جاستن روزز كان ماسك سنة 2009 كان ماسك فريق الفيسبوك، اخترع زر اسمه اللايك، وتخيلي إيش سماه؟ سماه زر المتعة الزائفة. ليش سماه بهذا المسمى؟ لأنه كلما جاءك لايك تعتقد إنك مقبول من كل الناس، وبالتالي تتوقف عن تطوير نفسك وتعيش في عالم الأوهام. والله ملاحظة مهمة جدا. فأنا يعني أقترح الخطوات هي من ضمن الخطوات القدرة على إنك توسع علاقاتك، إنك توسع دائرة معارفك، الرياضة، القراءة، الابتعاد عن، يعني إيش حيحصل لما نقفله ونعطي نفسنا ساعة إن إحنا نبتعد عنه؟ إذا إحنا نجحنا في هذه الخطوات مع أنفسنا أكيد راح ننجح فيها مع أبنائنا. قد يكون صحيح. صعب، لا أنكر هذا الأمر، قد يكون صعب ولكنه ليس مستحيل. صحيح. نحن أمة إقراء، نحن أمة إقراء، وللأسف الآن أصبحنا نعتمد حتى على المعلومات من السوشيال ميديا، رغم أن الجميع يعرف أنها قد تكون مغلوطة، أو أنها قد تكون مبالغ فيها، أو تنتمي لجهات معينة أو إلى آخره. ليس هذا موضوعنا، ولكن موضوعنا هو أنه لا نعتمد عليها، نحن أمة إقراء. صحيح. فالخطوات من ضمن الخطوات هي القراءة. من لا يقرأ يسهل يسهل عزله عقليا وبرمجته معرفيا وإقناعه بلا دليل. صحيح. أستاذة جواهر، الكلام في هذا الموضوع بالفعل مثل ما ذكرتي أنه هو شائك جدا، وأنه يحتاج له أكثر من حلقة لتسليط الضوء عليه وعلى الحلول المقترحة والممكنة، لكن مع الأسف داهمنا الوقت، البرنامج خلاص قارب على الانتهاء تماما، وإحنا جدا سعداء بمداخلتك. وهو من ضمن الأشياء بالفعل أن احنا نبدأ بأنفسنا قبل الآخرين، فنتمنى بالفعل تبدأ هذه الرحلة بهذا الشكل وبهذا النظام وبهذا النسق. أشكرك مرة ثانية على مداخلتك وكونك ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج المرأة والحياة، وأتمنى أستضيفك مرة ثانية في مواضيع مهمة جدا كمان. خديجة، بس إضافة بسيطة جدا تفضلي. أحب أضيفها لمستمعينا. بس أحب أن أنا أضيف هذه الإضافة. الأصل في التغيير أن يكون عندنا اليقين أن كل الأعمال التي نعملها ستأتي يوم القيامة مجسدة ومكتوبة. صحيح. ومصورة وستشهد علينا. صحيح. أسأل الله لي ولك ولجميع الأمة الإسلامية أن يهدينا الله، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم آمين. وجزاك الله خير خديجة على هذه الاستضافة، وأتمنى من قلبي يعني إنه يكون في سلسلة كما قلنا أو أجزاء أخرى في هذا الموضوع. وجزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يسلمك ويعطيك الصحة والعافية. مستمعي راديو السلام، وصلنا للدقائق الأخيرة من البرنامج، وصلنا للحظة الحاسمة زي ما يقولوا لإنهاء البرنامج. لكن طبعا خلوني أذكركم أنه موضوع الحلول والمقترحات هو من المواضيع الشائكة جدا، وكل واحد يقدر يبتكر شيء. لكن خلونا قبل ما نخلص الحلقة، باقي بضع دقائق كذا، خلينا نقترح عليكم بعض الحلول الممكنة التي يمكن طرحها أو تنفيذها في أرض الواقع، وخاصة مع أولادنا. من ضمن المقترحات أو الشيء المهم جدا،
التنظيم لمسألة الواي فاي في البيت أو الإنترنت في البيت، إغلاقه في ساعة معينة من المساء، يعني مثلا الساعة 9-10 يتقفل الواي فاي تماما عن اللي في البيت، بحيث أنهم يجلسوا ساعتين قبل ما يناموا الأب والأم والأبناء مع بعضهم البعض، لأنه عدم وجود الإنترنت في هذا الوقت مجبورين يتركوا أجهزتهم. يعني في تحديد ساعات معينة للأبناء سواء كانوا صغار أو كبار مثلا لاستخدام الأجهزة. احنا ما نقول نحرمهم، نخلي الأجهزة في يدهم، لكن نرتب لهم ساعة في اليوم لكل واحد يستخدم فيها الجهاز، مع موضوع الرقابة الأبوية في تطبيق هذه الأشياء. طبعا في تطبيقات كثيرة تخلي الآباء يراقبوهم، احنا ما نقول نتجسس عليهم، نحن لازم نكون نزرع الثقة في أنفسهم ونزرع الثقة فيهم ونزرع الثقة في أنفسنا أن هم ما راح يرتكبوا شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. فالرقابة الذاتية هي المسيطر في ذا الموضوع. تحديد ساعات معينة لاستخدام الأجهزة. بعضنا ممكن يقول أولادي والله لازم يستخدموا الأجهزة لأنه دراستهم مرتبطة بهذا النوع. ما في مشكلة، أعطوهم الأجهزة، لكن من الأجهزة ألغوا تماما مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الألعاب، أي تطبيق ما له علاقة بالدروس حقتهم تشيلوه تماما. معناها نحن نحاصرهم ونحدد لهم دخلهم في مسار معين للتنظيم استخدام هذه الأجهزة. الأمهات ما في داعي تنزعجوا من أبنائكم وبس عشان يسكتوا ويهدأوا نعطيهم جهاز، ما في داعي. استمتعي بصوت ولدك وبنتك، رح يكبر بعد كده ما عاد تسمعي هذا الصوت لا سمح الله من غير شر. يعني ليش؟ لأنه إذا انشغل بالجهاز ما عاد يبغى يسمع حتى صوتك أنت في البيت وأنت تصيحي ولا تكلميه ولا حتى تقولي له نكتة، لأنه امتلأ الجزء الخاص بك أنت أيتها الأم والجزء الخاص بك أيها الأب بمحبة هذا الجهاز وما في داخله. فاستمتعوا بأبنائكم، ما في داعي يكون نعطي أجهزتنا على طول الأولاد، أعطي جوالي لولدي ولا لبنتي والله لأنه ماني قادرة أشتغل، ما في داعي لهذا كله. عيشوا حياتكم بشكل طبيعي. الناس قبل الأجهزة كانت عايشة مرتاحة، مشاكلها أقل، علاقتها الاجتماعية أفضل، علاقتها العاطفية أفضل، عندها الصبر لحل المشاكل، عندهم دائما أفكار إبداعية. الآن مع وجود هذه الأجهزة الكل أصبح عاجز. ليش؟ لأن الجميع يبحث عن الحلول المعلبة الجاهزة السريعة تماما. يعني فرجاء يعني شوية تفكير في المشكلة، لما أحدد أنا إيش المشكلة أبدأ أدور لها الحل اللي يناسبني. ربما يكون الحل اللي يناسبني ما يناسبك، لكن أكيد اللي أعرفه تماما أن جميعنا كلنا يناسبنا أنه نحن نطفي الإنترنت في البيت في ساعة محددة في المساء ونفتح الساعة معينة في الصباح، ما في داعي بعد الفجر على طول، عشان نستمتع بالإفطار بدون ما تكون في أجهزة. بهذا الشكل نحن على الأقل نحصر نفسنا في ساعات معينة في تواجد هذه الأجهزة في أيدينا وبفتح المجال الإنترنت في بيوتنا مع بعضنا البعض. طبعا خلوني أذكركم الناس كلها دخلت في حظر مع وضع كورونا، وفي البداية كلهم تصادموا مع بعض، لكن بعد فترة اكتشفوا أنه هذه الحظر أو الاجتماع العائلي الإجباري اللي صار هو أجمل شيء صار في حياتهم. بدأوا يتعرفوا على بعض، بدأوا يتعرفوا على أنفسهم، بدأوا يكتشفوا هواياتهم، بدأوا يتعرفوا على ما يحبوا الآخرين، بدأوا يسلطوا الضوء على أنفسهم، على علاقاتهم، على تعاملاتهم، بدأوا يطوروا نفسهم. في كثير ناس خرجت من هذا الحظر الإجباري اللي صار أفضل مما كانت عليه، وفي ناس بقيت في نفس النقطة مع الأسف الشديد، بس هذول قليل جدا. نفس الشيء نحن نقدر نمارسه مع هذه الأجهزة، نحن نمارس عليها الحظر الإجباري لاستخدامها في ساعات معينة وبطريقة ذكية جدا. في النهاية نذكركم أنه الأجهزة هذه ليست ذكية، الذكاء للإنسان، لكن مجازا نحن نقول ذكية، لكن ما في داعي هي تكون ذكية ونحن نكون أقل ذكاء منها بحيث أنها هي تسيطر علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظنا جميعا من هذا النوع من الإدمان، من هذا النوع من السلوك الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وحتى اللي يستخدموا هذه الأجهزة في شيء فيه خير كمان نقول لهم راقبوا سلوككم، لأنه المسألة تبدأ بخير بعدين تنتقل للضفة الأخرى. في النهاية أشكر لضيفتي عبر الهاتف الأستاذة جواهر في مداخلتها الظريفة المفيدة جدا اللي أضافت للحلقة يعني شيء جميل جدا، وأشكركم لحسن استماعكم، وأتمنى أني أنا ألتقيكم الأسبوع الجاي في نفس الموعد في موضوع مهم جدا ويهمكم أنكم تسمعوا. في أمان الله. أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العليا سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العليا سويا. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم
نعيد اليوم مجدا إن أردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم ولندرك العلي سويا. أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحلم